بصراحة يا اخوان انا طايش كلش هواي لما اشوف العرب حاليا صاروا ملحدين ويسبون على الاسلام بدون ادنى سبب، وتحديدا دول الخليج مثل السعودية والكويت، لان اعتبرهم اسوأ بكثير من الدول العربية اخرى مثل العراق ومصر وسوريا، لان ببساطة الدول الخليجية صارت معتمدة على الحفلات والرقص والسهر واشياء كفرية، وفوق هذا اختلاط بين البنات واولاد، ومع وقت الحالي اصبحوا حاليا ملحدين. يعني الفئة هاي اللي اشوفها عبارة عن فئة القاتلين حذالة ما عندهم اخلاق ولا دين، يعني باختصار اعتبرهم مثل الطفيليات تماما، مثل الانمي هذا اللي يتعلق حول فكرة الطفيليات. نفس الشيء يصير في واقعنا، لان العرب حاليا صاروا متاثرين بالاجانب ويتاثرون بافكار نوعا ما ملحدة، فهذا الشيء يصيرون ملحدين ويسبون على الاسلام تماما، مثل واحد ملحد كافر او بنفس الوقت طفيلي يسب على الاسلام ويحرق القرآن، فهذا الشيء يعتبره انسان طفيلي. خصوصا اشخاص العرب سواء بنات او شباب اعتبرهم طفيليات اكثر بكثير من الكافرين، لان طبيعي يسوون اشياء كافرة بس مو متاجة ان يسبون على اسلامهم ويصيروا ملحدين وخلاص. يعني تخيل لما تسب دينك واخلاقك وتسب اهلك وكمان تسب اخوانك وفوق هذا تصير ملحد، انت حرفيا مثل الطفيليات هدولي، يعني انت صرت انسان طفيلي مثل هدول، لان واضح جدا بشكل كبير انت تاثرت على الغرب وثقافتهم، وفوق هذا تتاثر على الاشياء الكافرة والوسخة ايضا، فهذا شيء تخليك انسان ملحد وتسب على الاسلام بدون سبب، او تسوي اسبابك غير منطقيه وتافهه حتى تخليك ملحد، والشيء هذا يخلي الناس راح يسبونك ويشتمونك، فهذا شيء يستحق من السبات واللعن عليك، رغم ان السب والشتم اكيد حرام، بس انت حرفيا تستحق بهذا الشيء لان انت ملحد وكافر، وفوق هذا انت انسان طفيلي مثلهم، وكمان تتاثر على الغرب وثقافتهم الوسخه. شوفوا انا مو كشخص انسان مثالي ولا حتى اكون مثل شيوخ المسلمين، لان انا صراحة اسوي اشياء كافلة، مثل اختلط مع نسوان واصور وياهم شوي لما كنت في حفلة، تمام، او مثلا اتابع الافلام والمسلسلات لما اطير وقت فيها، وتحديدا الالعاب. يعني الاشياء اللي اسويها كافلة او اشياء محالمة اللي عندي، لذلك اعتبروني انسان كافل لما اسوي شيء غلط، بس مو يعني اني اترك الاسلام واصير انسان ملحد، لا طبعا ما اتخلى عن ديني ابدا، لان الحمد لله صرت اسمع القرآن الكريم على مود ترتاح نفسيتي، او مثلا اصلي بكل يوم حتى يخليني اقوي بالايمان. لكن للاسف معظم العرب وتحديدا الفئة هاي ما يتبعون الدين بشكل صحيح، بالعكس بل يتخلون عنها ويصيروا ملحدين، على مود شنو؟ على مود يصيروا مثل المجتمع الغربي ويصير عندهم حرية شخصية. ده ايه الهم اللي هناك؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. لكن حقيقة لو أقارن عند الغرب أغلبيتهم صاروا يدخلون الإسلام ويتبعون، وأصبحوا حاليا مسلمين ويبتعدون على أشياء خاطئة، أو بمعنى صح أشياء وسخة اللي عندهم، على عكس العرب للأسف تصير عكسهم تماما، لأن كلهم يسوون أشياء محرمة، أشياء كفرية، يختلطون ويا نسوان، وفوق هذا يصير أغلبيتهم يسبون على الإسلام ويصيروا ملحدين في النهاية، سواء يكونون شباب أو يكونون بنات. والصراحة أشوف البنات أسوأ بكثير من الأولاد، لأن يشوفوها كسل عليها لما يسويها باشياء كفريه ومحرمات، وايضا يختلط مع الشباب. يعني باختصار كبد صارت كأداة جنسيا. وبالامانه يا اخوان ما اكتب عليكم، انا كشخص متاثر شوي عند الاجانب، وفقط اروح سواء بامريكا او بريطانيا على مود اعيش حياه بسيطه، حتى لو الناس يكونوا عنصريين ضد الاعراق وتحديدا كارهين من المسلمين، فما يهمني بهذا الشيء، اهم شيء اروح بامريكا واوروبا على مود اعيش حياه طبيعي، يعني خليني اعيش حياه بسيطه نوعا ما. لكن لما اشوف فئات معينة ولما اشوف المقاطع يتكلمون عن هذا الموضوع وتحديدا في امريكا، هنا انا عرفت اني غلطان وندمان عليها، واقول عن نفسي اني حيوان وكلب، وفوق هذا حمار وغبي. انا حمار، انا حمار وغبي. فتي خلاني اتبع بديني على مود ما اتأثر بشكل كبير، وخلاني اكون قوي بالايمان. حتى الافلام والمسلسلات الاجنبية اعتبرها مجرد صورة نمطية خيالية لا اكثر، لكن مع جيل جديد اللي كنت عارف اعتبرها اسوأ جيل في التاريخ البشرية، هنا العرب حاليا صاروا ملحدين ويسبون على الاسلام وما يتبعون دينهم ولا حتى اخلاقهم مع الوالدين، وفي النهاية يخليهم طفيليات لا اكثر. وبس هذا موضوع عن الملحدين العرب، لان اعتبرهم مثل القرود ما عندهم اي تفكير نهائي. ونصيحة مني لا تتبع باي شخص ملحد، لا تتبع بنفسك وقراراتك، حتى لو تسوي قرارات سواء بالشيء الصحيح او الخاطئ، واهم شيء لازم تتبع بدينك حتى تقوي بايمانك. فهاي كان نصيحة مني، ومع السلامة.